ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. ويلا عشان ما اطولش عليكم تعال نشوف اعدادات الفلتر على طول. اول حاجة عندك الاكسبوجر، هنا انا عاملها سالب 21 من 100. وعندك هنا الكونتراست 60، والهايلايت عندك هنا -31، والشادو عندك هنا 61، والوايت -60، والبلاك 85. رحنا دلوقتي على الكيرف، وده الكيرف اللي انا عامله في الفلتر ده. انا مقرب لك بس الشاشة كده عشان تشوف الكيرف. وتعالى بقى نكمل بقية الاعدادات ونروح على الكولر كده. وانا عامل هنا التمب -4، والتنت عامله 1، والفايبرنس 5، والساتوريشن 26. تعالى بقى نروح على الماكس. عندك هنا في اللون الاحمر الهيو انا عامله 36، والساتوريشن عامله -2، والليمنس 25. وعندك هنا الهيو في اللون البرتقاني انا محركتش فيه حاجة، لان انا مش عايز اغير في لون البشرة حاجة، انا عايزها تبان على طبيعتها خالص. الساتوريشن هنا -18، والليمنس 22. وهنا اللون الاصفر انا غيرت في الهيو والساتوريشن بس. الهيو زي ما انت شايف -49، والساتوريشن -5. واللون الاخضر الهيو فيه -100، والساتوريشن -100، والليمنس 5. واللون السماوي الهيو فيه 0، والساتوريشن -100، والليمنس 0. عندك هنا في اللون الأزرق الهيو 0 برضو، والساتوريشن -76، والليمنس 18. وعندك هنا الهيو 0، والساتوريشن -100. وعندك هي هنا 0 0 0، مغيرتش في دي أي حاجة. تعالى بقى نروح على الإفكت، وهنا الكلاريتي عملتها 80، والديز عملتها 8. وده لو انت عايز مثلا انت تحط حواف بيضة او حواف سودا على حسب ما انت عايز. يعني انا عملت حاجة بسيطة كده لو عشان الصورة ما تغمقش قوي. الاعداد دي بقى لو انت حابب تعملها تمام، مش حابب تعملها مفيش اي مشكلة. هي تأثيرها بسيط جدا على الصورة، بس انا حبيت ان انا اظبط فيها شوية كده. ده دايما ما بستخدمهاش في حاجة، بس حبيت ان انا اظبط فيها شوية، لقيت الصورة يعني بدأت تظبط. فتعالى بقى نروح نكمل الاعدادات. عندك هنا انا ما عملتش اي حاجة في الشاربينج ولا الحاجات دي. وبس كده كده يكون الفيديو خلص. ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب، والباسورد ال3 وحايد 3 اتنينات، تمام. وبس كده ما تنساش بقى تجيلي على التليجرام. انا دلوقتي مبطل على التليجرام، بس هتلاقي عليه فلاتر كتير تقدر تستخدمها. وان شاء الله الفترة الجاية دي ابدأ انزل على التليجرام واليوتيوب وارجع زي الاول واحسن كمان. بس لايك وسبسكرايب بقى عشان انا ما عادش عندي طاقة ان انا اعمل فيديوهات. اللايك هو اللي هيشجعني، والسبسكرايب هيشجعني اكتر. وبس كده اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.